مساء الخير يا جماعة، عاملين ايه؟ يعني طبعا كلنا تابعنا موضوع العروسة العيني اللي اتقتلت. كان مجتش 4 شهور عروسة. تمام. طبعا يعني انا في نقط كتيرة قوي استوقفتني، بس في يعني اللي طلعني دلوقتي عشان اعمل فيديو نقطة يعني مش استوقفتني، هي خلتني انا يعني انا مش مستوعبة ان هو كان في حوار صحفي طبعا مع الحما طبعا انتوا عرفتوها وشفتوها كلكم. يعني الست بيقول لها طبعا هم كانوا في يعني معتادين انه يكون في ضرب بينهم او خلافات او مشاكل. لا، هو ما كانش هو ده بقى، كان ضربها بالقلم بس ومش عارفه ايه، وهي سابت كل ده. طبعا جت اللي استوقفني بقى واحده من الجيران بتقول عادي، ما هو كل الرجاله بتضرب. مين انتي؟ انتي ايه؟ انتي من نفس الزمن بتاعنا ده؟ انتي من الحقبه الزمنيه بتاع ايه اللي انتي بتقوليه ده؟ انتي شايفه انه ده عادي؟ يعني لو بنت حضرتك متجوزه لا مؤاخذه، يعني انا مش عايزه اقول راجل زي ده وبيضربها وبيمد ايده عليها، هتقولي انه عادي؟ انت شايفه ان ده عادي؟ شايفه انه بنتك او اي حد يخصك او انت ذات نفسك مثلا كونك انك تتضربي تتعاملي بعنف ده عادي؟ يعني يا جماعه اتقوا الله، اتقوا الله بجد في كلامكم، في شهادتكم، في ارائكم. اتقوا الله، ما تقوليش عادي. ايه دي؟ والتانية بتقول لها ايه؟ بتقول لها لا ده تعالي شوفي، ده كان بيجيب لها كفته، كان بيجيب لها كفته عادي، كان بيجيب لها كفته يا جماعه، مش مهم بقى تتقتل، صح؟ كان بيجيب لها كفته بقى خلاص. اندومي بتقول كان بيجيب لها اندومي. اوكي، كفته واندومي بيديها 200 جنيه في الاسبوع. واو، وكانت بتعمل فرخه يوم ما اتقتل. انتوا متخيلين؟ خلاص يا جماعه بقى، يعني معلش انا اسفه، يعني هو كان بيجيب لها كفته واندومي وبيديها 200 جنيه في الاسبوع وبتعمل فرخه، خلاص يطلع براءه بقى. كل الرجاله بتضرب ستاتها عادي جدا. اوكي، هنعمل قانون جديد بقى. اوكي، كل الرجاله بتضرب ستاتها وكل الستات بتتضرب وبترضى وبتسكت، فعادي ندي براءه، صح كده؟ نو كومنت. انا نفسي مش عارفه اعمل ايه. انا يا جماعه بشوف حاجات تشيب بجد بجد. اتقوا الله في بناتكم، اتقوا الله في جوازات ولادكم وبناتكم. بنتك جاي لها عريس، ما تبصيش بس حاجه بس وتسيبي الباقي. بصي للاخلاق، للتربيه، للدين. بصي انه هو كويس، هو محترم، هو جدع، ولا هو مدمن، ولا هو اصلا بلطجي، ولا هو بني ادم مش تمام، ولا هو ايه بالظبط. بصي لاهله قبل ما تبصي له. انت ما بتجوزيش بنتك لفرد، انت بتجوزيها لعيله، بالذات اذا كانت هتقعد في بيت عيله. يا ناس حرام عليكم بجد بجد. احنا بنشوف يعني حلو قوي لما انت